خد ولا اقول لك الحكايه ولا الاول كده صلي على النبي. تعال اقول لك كام معلومه كده عشان نعرف الدنيا ماشيه ازاي وراح على فين. طبعا الاهلي ما جابش اي صفقات دفاعيه حتى الان. كل الصفقات بتاعته بتدعم خط الهجوم. طب والدفاع ايه ظروفه؟ القصه والحكايه والحوار. طبعا انت مضحوك عليك ومتقال لك بقى ان الاهلي ما بيفكرش في حسام عبد المجيد وان حسام عبد المجيد ده يعني ما. بس خد الكلام. الاهلي قرر ان هو ما يشتريش اي صفقات دفاعيه الموسم السيزون الحالي. وهيكمل هيخش الدوري يعني وهيبدا السيزون الحالي باللعيبه اللي موجوده زي ياسين مرعي، ياسر ابراهيم، هادي رياض، عمرو الجزار، وشويه اللعيبه. ولسه حتى الان اشرف داري مش عارفين اصلا هو مشي ولا ما مشيش، محدش عنده علم لسه يعني. بس هو بنسبه كبيره ماشي يعني. كريم الدبيس بقى وكريم فؤاد ومحمد هاني ومحمد شكري. بس محمد شكري اعتقد هيطير هو كمان. طب القصه على ايه؟ القصه يا باشا ان الاهلي بنسبه كبيره هيجيب حسام عبد المجيد في شهر واحد اللي جاي. اه. طب هو الراجل راح يحترف في بلغاريا. اقول لك بس انا ما الدنيا ما ظبطتش معايا وما عرفتش اتاقلم، وهناك الكبده البلغاري مش جايه معايا سكه، وانا مش عارف اتغدى واحتاج سندوتشين نص وعليهم ليمون ومش عارف فين، او عشان الكبده الاسكندراني، وفي الاخر هيرجع يعني. طب احنا كنا قايلين ان الزمالك كان عامل بند ان او حسام عبد المجيد يرجع لنادي الزمالك، والقصه العيانه اللي الزمالك بيعملها دي. لكن للاسف هيكون لسه في ايقاف قيد على نادي الزمالك، فوقتها يحق للنادي البلغاري ان هو يبيعه او يبعته اعاره لاي نادي غير الزمالك. عرفت القصه يا زميلي؟ عرفت القصه يا زميلي؟ اعمل لايك بقى واعمل شير وتابعنا كده عشان تعرف كل جديد. سلام.